في مصر الستات الجدعة ملهمش زي، مش بيقعدوا يستنوا الفرص، لا بيصنعوها بإيديهم مهما كان عمرهم، زي الحاجة فاطمة اللي عدت ال60 ولسه بتشتغل شغل 100 راجل. رغم إنها خريجة حقوق قررت تكمل في مهنة أبوها وتشتغل في البنا زي أي راجل. الحاجة فاطمة مش بس بتشتغل على السقالة، دي كمان علمت بناتها وفتحت فصول لمحو الأمية علشان تخدم أهل قريتها. عايزين تعرفوا قصة كفاحها بالكامل؟ كملوا الفيديو ده للآخر. في ستات في مصر لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي زيهم، ناس ما بيعرفوش كلمة مستحيل ولا بيستنوا الفرصة تجيلهم، لا هم اللي بيخلقوها بإيديهم. ستات ب100 راجل وأحيانا ب1,000,000 كمان. واحدة من الستات دول هي فاطمة سيد أحمد الورواري من التل الكبير بإسماعيلية. الحاجة فاطمة دي حكاية كفاح لوحدها، ست عدت ال60 سنة بس نشاطها يوازي شباب في العشرينات. هي خريجة حقوق يعني ليها شهادة محترمة، بس عمرها ما استنت وظيفة حكومية. من وهي عندها 15 سنة كانت شغالة في البنا مع أبوها. اتعلمت المهنة من الألف للياء، من البنا بالطين لحد الطوب، وحبتها واتعلقت بيها. بعد ما جوازها فشل رجعت لمهنتها اللي بتعشقها. فاطمة بتحكي إنها في السبعينات كانت يوميتها 2 جنيه، ودلوقتي وصلت لأكتر من 150 جنيه حسب الشغل، وأوقات بتشتغل بالكمية، يعني على حسب عدد الطوب اللي بتبنيه، وممكن سعر تحميل ال1000 طوبة يوصل ل400 جنيه. ورغم إنها كبرت في السن بس لسه قلبها على الشغل، لسه بتطلع على السقالة وتشتغل بإيديها، بس بتقول إن صحتها مش زي الأول وده طبيعي. كفاحها مش بس في الشغل، ده في الحياة كمان. بتحكي إنها بعد انفصالها عن جوزها كانت بتشوف نظرات استغراب من الستات وهم بيشوفوها بتشتغل في البنا. كانت لسه صغيرة وحلوة وهم كانوا بيتعجبوا من قوتها، بس هي كانت مصممة على طريقها. حتى لما فقدت توازنها من على السقالة ورجليها اتجبست ده ما أثرش عليها كتير، وكملت شغلها وكفاحها. وحسب اليوم السابع كتير كانت بتشتغل لناس ظروفهم صعبة وما كانش معاهم أجرتها، وكانت بتسامحهم. وكمان شغلانة البنا دي شغلانة موسمية، ففاطمة ما كانتش بتقف مكانها، بتشتغل أي شغل شريف علشان تقدر تصرف على بيتها. اشتغلت مصورة حفلات وسواقة على جرار زراعي وعربية نقل، وكمان شغالة في توزيع الأغذية في محافظات زي الشرقية وإسماعيلية والسويس، كل ده علشان لقمة العيش الحلال. بس فاطمة مش بس بتبني بيوت، هي بتبني كمان أجيال. هي ست مثقفة ومعاها ليسانس حقوق، فاستغلت علمها علشان تفيد أهل قريتها. قامت بمحو أمية 300 شاب وفتاة، واتبرعت بقطعة أرض علشان يعملوا عليها مدرسة فصل واحد. علشان كده محافظ الإسماعيلية كرمها زمان، وأهل قريتها سموها العمدة، لأنها بحكم شهادتها وعقلها كانت بتحل مشاكل أهل القرية من غير ما يلجأوا للمحاكم ولا النيابات. كانت الستات بتجيلها كل يوم علشان تشكيلها من حالتهم، وهي كانت بتسيب تعب الشغل وتحل مشاكلهم. كمان اتبرعت بحوالي 5 فدادين كانت وضع يد ليها علشان يقدروا يعملوا عليها مشاريع خدمية للقرية كلها، وده بيوريك قد ايه هي ست جدعة وقلبها على بلدها وأهلها. بس رغم كل ده لسه عندها مشكلة كبيرة، هي بانية بيتها على أرض، وعلشان تقنن الوضع الأملاك في الشرقية طلبت منها مبلغ كبير. في الأول قالوا لها المتر ب12 جنيه، ولما راحت تدفع قالوا إن القرية دي بين الشرقية وإسماعيلية ولازم يستنوا لما المشكلة دي تتحل. لما رجعت تاني علشان تدفع لقت المبلغ زاد وبقى المتر ب500 جنيه، يعني هتدفع 1,000,000 جنيه، وهي مش معاها المبلغ ده. علشان كده بتناشد المسؤولين يحلوا مشكلتها ويخلوها تدفع بالسعر القديم اللي معاها إيصالاته. فاطمة الورواري بتبعت رسالة للشباب بتقول لهم بلاش تستنوا الوظيفة الحكومية، اشتغلوا أي شغل شريف، قطر العمر بيعدي بسرعة، واللي عايز يشتغل هيلاقي الشغل. مش مهم نوع الشغل ايه، المهم انه يكون حلال وشريف، وهي خير مثال على ده. 6 مليون راجل علمتنا ان القوة مش في العضلات لكن في الإرادة والعزيمة. تقول ايه لست فاطمة؟